بسم الله الرحمن الرحيم. حابة النهاردة أتكلم في مفهوم منتشر بين الأمهات، وللأسف هو مفهوم يعني بيرجعهم لورا بدل ما يطلعهم لقدام. أمهات كتير فاكرة إن عصبيتها هي اللي بتبوظ علاقتها بولادها، وإنه عشان أكون أم كويسة وبتربي كويس لازم أبقى هادية طول الوقت وردود أفعالي متزنة وأخد بالي من انفعالاتي، والإيموشنال ريجوليشن يبقى في أعلى درجاته. والحقيقة والطبيعي والمنطقي إن الواقع عكس كده تماما. مفيش إنسان مهما كان عاقل وحكيم وهادي مش بيتعصب أو مش بيفقد أعصابه لأي سبب. وده الطبيعي، ده يعني بيحصل طبيعي. حلو إن أنا أكون هادية ومتزنة وأخد بالي من كلامي وردود أفعالي وما أتعصبش ويبقى عندي ذكاء انفعالي. بس لو حصل مرة وغصب عني اتعصبت، غلطت، طلع مني كلام جارح، ده مش معناه ان العلاقة بيني وبين ولادي تبوظ او تنهار. وده ليه؟ لانه في الوقت اللي انا ببقى هادية والامور عادية ببني رصيد في قلب ولادي. الرصيد العلاقة دي هو اللي بيغفر اي تقصير في اي وقت تاني. يعني طبيعي ان انا ممكن اتعصب، لكن لما ابقى هادية الوقت ده مع ولادي ببني رصيد يسمح انه يغفر اي تقصير في أي وقت تاني. أي علاقة طبيعية بين أي اتنين تقييمها على الرصيد مش على أول ولا آخر موقف، ده طبيعي. وكمان المعتقد والمفهوم المغلوط ده إن أنت مفروض تبقي هادية، لازم عشان أنت أم تاخدي بالك من كلامك، ده بيعمل لود على الأم وبيخليها تبقى عرضة أكتر للاستفزاز وإن هي تبقى سريعة الغضب. عشان كده أنا جاية أقول لك النهاردة إن ده مفهوم مغلوط، ده مفهوم ضد الطبيعة البشرية. اتس اوكي، عادي ان انا اتعصب مره واغلط وعادي، بس اللي مش عادي ان ده يبقى اسلوب حياه. فتقبلي طبيعتك البشريه، عادي انك انت بتتعصبي، انك انت تقبلي عادي ان ده بيحصل باستيعاب وتفهم. استوعب انا لما بتعصب ده بيبقى اسبابه ايه، احتياجاتي من ورا العصبيه دي ايه، اتفهم ده وانقل تركيزي من ان انا لازم ابقى هاديه طول الوقت، لانه ده مش هيحصل، لتركيزي ان انا في الوقت الهادي ازاي ابني تواصل عميق مع اولادي يغفر اي تقصير في اي وقت تاني. وكمان ده هيعلمهم الطريقة دي في التعامل مع العلاقات بعد كده. فهبقى من الناحيتين بعلمهم مفهوم صح، وبعلمهم يعني ايه علاقة بين اتنين يبقى الحكم فيها الرصيد مش الموقف ومش لحظة الغضب. وده هيتنقل ليهم بالموديلنج مش بالكلام ولا بالمواعظ. المفهوم المغلوط ده انك انت لازم تبقي هاديه طول الوقت، واللي بيعمل لود عليكي وتوتر اكتر. ومفاهيم تانية كتير مغلوطة متوارثة عبر سنين طالعين عليها الأمهات وبنربي على أساسها وهي عاملة لود علينا. المفاهيم دي وأكتر من المفاهيم المغلوطة 15 مفهوم مغلوط بنتناولهم بالتفصيل وطرق التعامل معاهم وطرق تغييرهم في برنامج بنفهم بعض. لو حابة تعرفي تفاصيل أكتر عن البرنامج علقي بكلمة بنفهم بعض وهبعتلك التفاصيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.